أحداث الأنمي بتاعنا بتبدأ من سنة 2010. أما القوات البريطانية احتلت اليابان باستخدام قوات اسمها النايتومير، ودي عبارة عن روبوتات بيركبها البشر وبيتحكم فيها، وسموا اليابان ساعتها بالمنطقة رقم 11، والشخص الياباني ب11 نسبة إلى 11 يعني. ويقرر بطلنا الانتقام من بريطانيا. بطلنا اسمه ليلوش لامبروك، طالب بيدرس في اليابان تحت يد البريطانيين. بعد 7 سنين من وقت الحرب عام 2017 بتبدأ حلقتنا الأولى. بيقع بطلنا بالغلط في عربية إرهابيين كانوا خاطفين قوة من قوات بريطانيا، وبالصدفة تطلع القوة المخطوفة دي هي بنت معاها قوة غريبة، وبتتقتل على يد القوات البريطانية، لكن وهي بتموت بتدي قوتها ليلوش، وهو بيقتل بالقوة دي كل قوات الجيش البريطاني اللي كانت حواليه. القوة اللي خدها ليلوش دي بتديله القدرة على انه بيتحكم في الاشخاص اللي قدامه، بس لازم يكون اتصال بالعين المباشر، يعني لازم يبص في عيونهم علشان يحققوا كل الطلبات بتاعته. ليلوش بعد ما اكتسب القوة دي بدأ يساعد المتمردين من اليابان اللي بيقتلوا القوات الغازية البريطانية، وبدأ ليلوش بتوجيه قوات المقاومة للانتقام ضد القوات البريطانية. لكن بعد انتصار ليلوش القصير جدا ده، واحد من الجنود البريطانيين ركب روبوت جامد جدا وأطاح بكل قوات المقاومة. ليلوش بيهرب منه علشان عرف ان مصيره الموت لو فضل واقف قدامه، وهنا بيهرب ليلوش لقصر الامير الحاكم الحالي، ويروح له ويعرف منه مين امر بقتل ابوه وامه اثناء الغزو، وبعد ما يقول له يقوم ليلوش بقتله. يروح بعدها ليلوش المدرسة ويكتشف ان البنت اللي كانت بتحارب معاه دي على نصرة المقاومة معاه في المدرسة. بيحاول يكلمها ويعرف عنها اكتر بقدرته، لكن ما يطلعش منها باي معلومة مهمة. بعدها بيظهر على التلفزيون خبر ان الامير مات، والمتهم الاول في قتل الامير هو كوروروجو سوزاكو اللي انضم للجيش البريطاني صاحب ليلوش من وهم صغيرين، لكن كل واحد فيهم كان واخد طريق غير التاني. واتضح ان سوزاكو يكون الطفل الشرعي لرئيس الوزراء الياباني الاخير. على الناحيه الثانيه بقى ليلوش يكلم البنت قائده المقاومه اللي معاه في المدرسه دي، وانه عاوز يقابلها، بس هو بيكون تحت اسم مستعار باسم زيرو. وبالفعل قابلهم في المترو، لكن كمان كان لابس قناع علشان ما ينكشفش. وياتي يوم محاكمه سوزاكو اللي المقاومه بدات تقف في صفه اما عرفوا انه ابن رئيس الوزراء الياباني الاخير، وانه نصفهم اما قتل الامير ده. وهنا يدخل ليلوش تحت اسم زيرو، دخول رايق يسبب حرايق، ويوقف الموكب اللي كل الكاميرات موجهه عليه. واول ما دخل كلم الجنرال جيرمايا وشغل قوته عليه وخلاه يأمر القوات بانها تفرج عن سوزاكو. وبالفعل يا صديقي سوزاكو يتم اطلاق سراحه ويهرب زيرو. وسوزاكو طلب زيرو من الجندي سوزاكو الانضمام اليه والى المقاومه، لكنه بيرفض وبيقول له انه هيغير المملكه البريطانيه والحكم الياباني كله، بس من الداخل مش عن طريق المقاومه. يرجع ليلوش لبيته يلاقي البنت اللي اديت له القوه قاعده مع اخته، ويتفاجأ انها مش ميته. وعلى الناحيه الثانيه بقى بيتم الافراج عن الجندي سوزاكو لعدم توفر الادله الكامله. بعدها هو ماشي عادي جدا يلاقي واحده حلوه كده معجبه بيه وتفضل معاه طول اليوم. بعدها يجي له صداع بانه يرجع يستلم الروبوت بتاعه وينقذ اللورد جيرمايا، على اساس ان القوات كانت هتقتله بسبب خيانته، وما يعرفوش ان هو كان تحت تاثير قوه ليلوش. وفجاه البنت المعجبه بالجندي سوزاكو تعرف عن نفسها ساعتها بانها الاميره الثالثه للامبراطوريه البريطانيه يوفيميا لي. وبكده يا صديقي سوزاكو ينضم للطبقه الحاكمه العليا، وزيرو على الناحيه الثانيه يكون هو قائد المقاومه. بيرجعوا يتصاحبوا مع بعض التاني ليلوش وسوزاكو. فلاش باك كده علشان يفهمنا بعض الاحداث قبل 8 سنين من دلوقتي. اتضح ان ليلوش كان امير من امراء بريطانيا، وكان ابوه هو الملك ساعتها، ووالدة ليلوش تم اغتيالها من قبل المقاومه، لكن جوزها الملك ما عملش اي حاجه في الموضوع ده. فعلى اساس الكلام ده ليلوش تخلى عن ورث الحكم من ابوه الملك الامبراطور الحالي. وهنا تظهر واحدة من الجيش البريطاني اسمها كورنيليا. حاليا يا صديقي دي مهمتها كلها انها تقبض على زيرو، فقامت بعملية غزو لقرية يابانية وبدأت في قتل سكانها لاستفزاز زيرو للخروج ومقاتلتها. وبالفعل كورنيليا في الجولة دي كانت هتكسب زيرو، وقتلت كل جندي المقاومة وزنقت زيرو بين قوتها، بل وكمان كانت هتمسكه، لكن ظهر واحد لابس لبس زيرو في نفس المعركة دي. هنا الجيش كله جري ورا الشخص ده، وهنا نعرف ان اللي انقذ ليلوش في الوقت ده هي البنت اللي ادت له القوة اللي معاه، اللي برضه للاسف لحد دلوقتي ما نعرفش عنها اي حاجة ما عدا اسمها اللي هو سي دبل سي، مالناش دعوه بالتاني. وهنا ظهر جبهة تحرير اليابان، ودول شويه من المقاومه بس مع قائد حربي من الجيش الياباني. سيطروا على فندق كان معمول فيه رحله للمدرسه بتاعه ليلوش، وهنا ليلوش فضل واقف مش عارف يعمل ايه. فضلوا اليوم كله محتجزين الرهائن من الطلبه في الفندق، وبدات قوات المقاومه بانها تسقط واحد من الفندق كل 30 دقيقه لو طلباتهم ما تنفذتش. وهنا يبدا تحرك ليلوش بانه يجذب انظار الجيش البريطاني، وجات له كورنيليا بنفسها واتفق معاها انه هيروح بنفسه يتكلم مع جبهه التحرير دي. وفي نفس الوقت قرر سوزاكو انه هيدخل بالروبوت بتاعه من نفق تحت الفندق ده، وببساطه جدا دخل ليلوش وقتل القائد بتاع التحرير ده ولا كانها يعني بسيطه جدا. وبالفعل انقذ ليلوش كل الرهائن اللي في المبنى علشان يبين للعالم ان مش هدفه هو القتل والسلام، هو كل اللي عاوزه هو العدل فقط.
وبعد الإنقاذ ده سمى ليلوش يا جماعة بتاعته بالفرسان السود، وبدأ صيت الفرسان السود يسود المكان وينتشر أكتر وأكتر لحد ما الشعب اعتبرهم أبطال. وهنا يا صديقي يتعاون زيرو مع جبهة التحرير اليابانية، ويكون الجيش البريطاني بقيادة كورنيليا هيهجم على نقطة التمركز دي لجبهة تحرير اليابان الواقعة على الجبل، لكنه يتفاجأ انهم بيحاربوا زيرو وجماعة الفرسان السود. وهنا اتجه زيرو والجماعة بتاعته ناحية القائدة كورنيليا والقوات بتاعتها، وعلى الناحية الثانية بتتدخل قوات جبهة تحرير اليابان وبتخنق قوات كورنيليا أكثر وأكثر. وهنا يتدخل سوساكو بالروبوت بتاعه الجامد جدا علشان ينقذ الأميرة كورنيليا. بدأت القوات البريطانية بخسارة المعركة، وبدأت الناس تتجمع حوالين الأميرة كورنيليا أكثر وأكثر، لكن بيظهر الروبوت الأقوى على الإطلاق ألا وهو روبوت سوزاكو. وبدأ القتال بين الروبوتين، لكن الروبوت الأحمر ما يعرفش يقف قدام الروبوت الأبيض، ويأمر زيرو كل القوات بأنها تبدأ تتراجع وتهرب. وهنا تأمر كورنيليا سوزاكو بأنه يجري ورا الزيرو، وبالفعل يا صديقي يوصل سوزاكو للزيرو. لكن يا صديقي بتظهر سيسي البنت اللي ادت القوة لليلوش، تلمس بس سيسي الروبوت بتاع سوزاكو، واول ما تلمسه شلال ذكريات يا صديقي بيجي في عقل سوزاكو يشله، لكن ليلوش يلمس برضه سيسي في نفس الوقت ده، وهوب يا صديقي هو كمان يحس بشلال ذكريات غريب. وهنا الروبوت يتجنن ويفضل يضرب في نار عشوائي كده، وهنا سيسي وليلوش يهربوا. بيبدا الاثنين جيرمايا والتاني اللي ليلوش اتعامل معاه قبل كده وافقد ذاكرتهم وقتها بالتحقيق في المدرسه كلها، وبداوا في الاشتباه في ليلوش على انه هو الزيرو. وبالفعل بداوا يحكموا الخناق عليه اكتر واكتر لحد ما وروا صورته لواحد من زمايله في المدرسه، وقالوا لها ان في احتمال ان ليلوش يكون منضم للفرسان السود. وبدات القوات البريطانيه بقياده الاميره كورنيليا بالهجوم على جزء من اجزاء سيطره جبهه التحرير اليابانيه، لكن هنا زيرو يا صديقي كان مخطط لكل ده، وكان ناوي على انه يضحي بالضعفاء كلهم في الوقت ده علشان يشتت القوات البريطانيه. وهنا يا صديقي بدا هجوم زيرو على كورنيليا، وهنا يا صديقي بدات الخناقه الكبيره جدا بين زيرو وسوزاكو، وهنا زيرو يخسر الجوله دي ضد سوزاكو ويهرب، لكن تلحقوا الجنديه المخلصه لكارين. لكن يا صديقي وركز هنا علشان لكن دي مهمه جدا، بعد ما بيقع زيرو من الروبوت بتاعه تكون صاحبته اللي بتحبه واللي برضه شك فيه اللي اسمها شارلي تشوفه وهو واقع، بل كانت كمان هتضرب عليه نار لولا القناع بتاعه وقع، واكتشفت انه ليلوش حبيبها، لكن بعد ما بتشوفه بتجري وتسيبه. وهنا سيسي تتدخل وتكلم القوات التابعه لزيرو وتقول لهم ينسحبوا. واتضح كمان ان الجنديه اللي كانت بتحقق في شخصيه زيرو بتراقب ليلوش هي كمان عرفت مين هو زيرو. وهنا شارلي تفاجئ انها قتلت الجنديه دي حبا في ليلوش، ومن الحب ما قتل يا صديقي. يواجهها واحد المفروض من فرسان السود ويواجهها بكل الحقائق دي انها قتلت جنديه وحبت ارهابي، لكن الراجل ده اول ما يقرب لها تظهر في عينيه نفس الشكل بتاع قوه ليلوش. يقابل الشخص ده ليلوش، وهنا يا صديقي تحصل المواجهه، لو كمان الراجل ياخد تشارلي ويخليها توجه المسدس ناحيه ليلوش. وبالفعل يا صديقي بتضرب عليه نار لكن تيجي في دراعه تنجين حريم بعيد عنك يا صديقي، ويتضح ان الشخص ده اسمه ماو وبيحب سيسي. لكن بعد ايه بقى سيسي توصل وتنقذ الموقف وتركبه القطر لوحده وتمشيه قطر السلامه انت يا صاحبي. وهنا ليلوش بينسي ذاكره شارلي كلها علشان ما يخليهاش مكمله في العذاب النفسي ده. بعد كده بتقابل سيسي ليلوش وتفهمه قوه ماو، وهي انه بيقدر على قرايه الافكار الناس اللي حواليه في دايره 500 متر. واتضح ان ماو كمان ده هو واحد زي ليلوش كده، هي ظهرت له زمان بس هو ما حققش الشروط العقد اللي بينهم، وكل ما بيستخدم هو قوته بتسيطر عليه القوه اكتر. تقابل سيسي تاني ماو وتقتله علشان تتخلص منه وتنجز الدنيا، لكن يا صديقي بيحصل التويستاية هنا، وماو بيكون قادر على سماع افكارها وهو اللي بيضرب عليها نار عليها الاول. وبعد ما بيضرب عليها نار في انحاء جسمها كله يوصل ليلوش ومع قوات الشرطه لتشتيت ماو وقراءته للافكار وينقذ سيسي وياخدها ويمشوا، وتقوم الشرطه بتصفيه ماو. الغريب انا يا صديقي ان ليلوش يلاقي حد بيكلمه ويطلع ماو، ما تسالنيش ازاي ما ماتش، المهم خطف اخت ليلوش نانالي وهرب بيها مره تانية. سوزاكو يقابل ليلوش في المدرسه ويفهم منه ان نانالي مخطوفه، فيقرر انه يساعده في التدوير عليها، وبالفعل يوصلوا لمكان نانالي. بيسيب ليلوش صاحبه مع اخته ويروح يقابل ماو بنفسه ويلعبوا شطرنج مع بعض، والكسبان هيكسب كل حاجه. لو كسب ليلوش هيبطل مفعول القنبله، ولو خسر ليلوش القنبله هتنفجر ونانالي اخته هتموت. وبالفعل يا صديقي بيخسر ليلوش، لكن المفاجاه هنا يا صديقي والمفاجاه كبيره جدا ان سوزاكو اصلا صاحبه ابطل مفعول القنبله، وبعديها بيوصل سوزاكو وينقض على ماو ويضربه، وفجاه ماو بيضرب اخر ضربه معاه وتكون الصدمه لينا كلنا. سوزاكو هو قاتل ابيه. قبل 7 سنوات رئيس الوزراء الياباني قد قتل على يد ابنه. انهار سوزاكو بعد ما سمع الكلام ده والذكريات اللي جات له، لكن الناحيه الثانيه ليلوش استشاط غضبا وفعل قوته كلها وامر ماو بانه يخرس للابد بالقوه بتاعته.
وبالفعل ده حصل. بيهرب ماو لكنه بيقابل سيسي تاني وهي اللي تقتله وتنقذه من عذابه. بيتم القبض على العقيد تودو، واحد من قادة جبهة التحرير اليابانية، وبيكون الجلاد بتاعه هو الجندي سوزاكو، ويتضح ان الاتنين عارفين بعض من زمان. بس يوم المحاكمة يا صديقي بيروح لزيرو مع الفرسان السود وينقذوا من المحاكمة دي، وبالفعل بيتم تحرير العقيد تودو على يد زيرو والفرسان السود. لكن هنا بيظهر سوزاكو بالروبوت بتاعه، وبتدور بعديها معركة بين روبوت سوزاكو وروبوت كارين، لكن كارين تكون أقوى في المرحلة دي، وبيتم هنا كسر الروبوت وظهور وجه الجندي اللي بيقود الروبوت. وهنا يا صديقي بنعرف كلنا وأولنا للوش إن اللي راكب الروبوت ده هو سوزاكو صاحب لوش من الصغر. هنا يتردد لوش في كل قراراته، وانه ازاي كان عاوز يكون جوز اخته. بتستمر العركه بين تودو والروبوت بتاعه وسوزاكو والروبوت بتاعه. وهنا يا صديقي بيأمر زيرو كل القوات بالتراجع وعدم مهاجمه سوزاكو، وانهم حققوا اللي كانوا عاوزينه وهو تحرير العقيد تودو.